بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في مملكة آسيا وحلقة جديدة من مطبخ مملكة آسيا. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن صحة وحال. النهاردة معنا وصفة سهلة وبسيطة ومش محتاجة تكات كتير ولا مقادير كتير. هي وصفة يعني بسيطة جدا. معانا النهاردة الملوخية بالجمبري زي ما انتوا شايفينها كده، لونها أخضر وجميلة جدا وريحتها فظيعة. هنبدأ نشوفها احنا عملناها ازاي، مقاديرها ايه، وكل حاجة هتلاقوها في صندوق الوصف بتاع الفيديو. وخلوكم معايا وامشوا خطوة خطوة وان شاء الله تطلع معاكم ناجحة وطعمها مميز وزي اللي انتوا بتاكلوها في المطاعم واحسن. لو انتوا اول مرة تشوفوني وتشوفوا قناة مملكة آسيا، فعلوا زر الجرس على الكل لو عجبكم الفيديو واعملوا اشتراك. ولو انتوا مشتركين في القناة اعملوا لايك وشير للفيديو وقولولي على رأيكم في التعليقات. ويلا بينا نشوف احنا عملناها ازاي. هنا معانا حله حطينا فيها معلقه سمنه كبيره. هبدا ان انا انزل ببصلايه انا مقطعاها صغير خالص. البصل هتحطوه على حسب اللي انتوا بتحبوه، يعني لو انت عامله مثلا كميه كبيره ملوخيه هتحطي بصلايه كبيره. لو انت عندك ما بيحبوش البصل ممكن تستغني عنه خالص وتكملي باقي خطوات الملوخيه. لو انت حابه البصل يعني ممكن تحطي واحده صغيره او وسط. هنبدا ان احنا نقلب فيها، وان هي اول ما تدبل كده هنبدا ان احنا نضيف باقي المكونات ونمشي مع بعض خطوه خطوه. المقادير هتلاقوها في صندوق الوصف بتاع الفيديو، سهم صغير جنب العنوان هتلاقوا فيه، بتضغطوا عليه بيفتح لكم صندوق الوصف بتاع الفيديو، هتلاقوا فيه المقادير. وكمان هتلاقوا فيه روابط مواقع التواصل الاجتماعي بتاعت القناه، وهتلاقوا فيه الفيديو بتاع رابط الفيديو بتاع السي فود والرز بالجمبري والكاليماري وكل الحاجات المأكولات البحرية هتلاقوها. لو عايزين توصلوا لها بسهولة هتلاقوها في صندوق الوصف. معانا البصله بدات تدبل، هبدا انزل بالثوم. ليه ما نزلتش بالثوم من الاول؟ الثوم مش بيستحمل النار كتير زي البصل، فالبصل ممكن ان انت بتحمريه وبيدخل في السوا على طول، اما الثوم مش يعني ايه، الثوم مش بيطول، بياخد لون على طول. وخصوصا لما بتكون الحله او الطاسه سخنه اللي انت بتعملي فيها فبتلاقيه ان هو اصفر على طول. فدلوقتي بصوا يعني هتلاقوا الثوم اخدت لون على طول وبسرعه مع البصله، مش بتطول لان هي نخليها تقعد كتير على النار. هبدأ بعد كده ان انا انزل بالجمبري. الجمبري حجمه كبير حجمه صغير مش بيفرق في الملوخيه كتير، وعلى حسب امكانياتك وعلى حسب ما انت بتجيبيه، كبير او صغير مش هيفرق، او وسط. يعني في ناس كتير بتحب ان الجمبري يكون صغير في الملوخيه، ما بتحبش الجمبري الكبير انه يكون في الملوخيه. فانا هبدا دلوقتي ان انا اقلب فيه بقى لغايه لما يعني ياخد اللون كده بتاعه اللي هو البرتقاني. وهنبدا بعد كده ننزل بالشوربه. الشوربه اللي عندي دي اللي انا عملتها للسي فود، اللي هي الشوربه اللي احنا زودنا بيها السي فود. هي دي كانت عندي، كان في منها كميه عندي، فانا لما عملت السي فود شلتها في اكياس في الفريزر. انت ممكن يعني ايه في اي وقت يكون عندك الجمبري، انا بجيبه وبقشره وبحطه في اطباق وبحطه في الفريزر. فالقشر بتاع الجمبري لو انت هترميه وكده، انت ممكن تعمليها الشوربه ديت في وقت وتعبيها في كيس وتحطيها في الفريزر. بتحطي بصل، طماطم، جزر، كرفس، فصوص ثوم، وبتحطي معاهم ورق لورا، حبهان، و وقطعة قرفة من اللي هي القرفة الخشب، وبتسيبيهم مع القشر بتاع الجمبري ان هم يغلوا على النار. فهي ديت الشوربة دلوقتي اللي انا هزود بيها. انت مش متاحة عندك الشوربة بتاعت يعني رميتي القشر خلاص وتخلصتي منه، هتعملي ايه؟ هتحطي كل المكونات اللي انا قلت عليها وهتلاقيها برضو في صندوق الوصف مكتوبة. هتحطيها في حلة وممكن تزودي مكعب مرقة دجاج، بس اللي هي خضار مش المرقة بتاعت الفراخ، لا الخضار. اي مرقة خضار ان انت ممكن تحطي مكعب. اما انا دلوقتي مش هزود، انا معايا الشوربة بتاعت السي فود فهي اللي هعمل بيها الملوخية. الجمبري كزبرة ناشفة مطحونة، هنضيف ملح عليها، وممكن بتظبطي الملح وقت برضو الاكل.
في حاجه تانية برضو عايزه ان انا اتكلم فيها، واتكلمت فيها وهسيب لكم الرابط بتاع الملوخيه اللي احنا عملناها قبل كده. كانت ملوخيه ساده من غير اي حاجه، من غير جمبري ولا اي حاجه معاها. ان انتي لما بتيجي بتزودي الشوربه حجم قليل، يعني بتحطي مثلا مج وبعد كده بتبداي ان انتي تزودي وبتظبطي الملوخيه، ما بتحطيش شوربه كتير وتروحي منزله الملوخيه وبعد كده تلاقي ان الدنيا باظت خالص وان الملوخيه بقيت كميتها اكبر من الشوربه اللي معاكي. هبدا ازود دلوقتي الشوربه، معايا المصفى ومعايا الكوبايه المج اللي انا بعمل بيه، فهبدا ان انا ازود شوربه. حطيت تقريبا مج كده ومش هحط تاني ومش هزود تاني. بعد ما احط الملوخيه لقيت ان هي محتاجه شوربه هحط شوربه، ما لقيتهاش محتاجه شوربه مش هحط شوربه تاني. دلوقتي انا هسيبها ان هي تغلي وبعد كده نبدا ننزل بالملوخيه. هنا معايا الشوربه بدات تغلي اهيت، وبصوا الجمبري تحسوا انه يعني انا كنت حاطه كميه وكانت كتيره، بس هو الحجم بتاعه بيقل بعد ما بيجي يستوي، فهو ما بياخدش وقت في السوا كتير، لا هو بياخد وقت صغير خالص. ادي معايا الملوخيه انا فرماها، هتلاقوها يعني طريقتها من اول ما احنا بنغسلها ازاي وبنفرمها، وانا بعملها في الكبه في البراون. هتشوفوا طريقتها من الفيديو بتاع الملوخيه في صندوق الوصف هتلاقوه. هبدا دلوقتي ان انا افكها بالراحه بالمضرب السلك، وفي نفس الوقت انا لو لقيتها محتاجه شوربه هزودها، لقيتها ان هي مظبوطه خلاص. فمن الاول انت بتبقي حريصه في موضوع الشوربه، ما بتزوديش شوربه وخلاص وان انت بعد كده تلاقي الدنيا باظت منك، ومش بيبقى يعني ساعتها ما بيبقى لهاش علاج وما بيبقى لهاش حل، هي بتبقى خفت خلاص ومش ينفع بقى ان انت تعالجيها. هنا معايا القوام بتاعها انا شايفه ان هو مظبوط، مش محتاجه شوربه تاني ومش محتاجه اي حاجه، وفي نفس الوقت لونها اخضر. الملوخيه مش بنسيبها ان هي تغلي كتير على النار عشان ما تسودش ولونها يغير، هي كده خلاص الجمبري استوى وهي استوت وغلت على النار خلاص. هبدا ان انا انزلها ونعمل الطشه بتاعتها ونعملها لها. انا حطيت طاسه على النار وحطيت فيها سمنه، وهبدا ان انا انزل فيها بمعلقه ثوم مفروم، وهبدأ بقى ان انا اقلبها لغاية لما تاخد لون ونطش الملوخية على طول وبنبدأ نقدمها. الملوخية نقول بسم الله، وهننزل بالثوم بتاعها عليها على طول. طريقتها سهلة جدا بسيطة خالص، يعني مش محتاجة تكات كتير ولا محتاجة اي حاجة، بنمشي مع بعض خطوة خطوة بتلاقيها معاكي زي الفل وبتفضل خضرة وبتفضل لونها حلو جدا. بصوا لونها اخضر خالص ولونها حلو جدا. بس كده هنطفي عليها ونبدأ نقدمها. بصوا يعني بعد ما غرفناها الملوخيه شايفينها عامله ازاي، طريه خالص، مقاديرها مظبوطه، ما سقطتش في الحله ولا ان هي اسودت ولا اي حاجه خالص. الملوخيه من الحاجات اللي انتي المفروض ما بتسيبيهاش على النار كتير، يعني الملوخيه مش بتفضل تغلي كده على النار وان انتي تسيبيها فتره طويله على النار، لا الملوخيه من الحاجات اللي انتي بتطفي عليها على طول وما بتستناش على النار كتير. الجمبري بيستوي بسرعه جدا. بصوا لونها اخضر ازاي، يعني مقادير بسيطه وحاجات بسيطه، وساعات كتير بيبقى الجمبري اساسا الصغير ما بيبقاش غالي قوي ان انت ممكن تستصعبي الموضوع او ان انت تستصعبي ان انت تعمليها، هي بتبقى تغيير. وفي نفس الوقت الناس محبين الملوخيه ان هم سواء بياكلوها بالعيش او بالرز او ان هم بياكلوها بالمعلقه، فهم بيحبوا الملوخيه جدا وهتعجبهم الوصفه دي جدا.